بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من مواليد 2005. لقاء أبو رجوان وفريق بشتيل. معانا النهارده حكم ساحة كابتن أسامة عمر، مساعد أول كابتن أحمد محرم فؤاد، مساعد تاني كابتن أحمد عبد القادر. نقول سريعا كده تشكيل فريق أبو رجوان: في حراسة المرمى عبد الرحمن سمير رقم 91، خط الظهر يوسف نبيل رقم 6، وزياد محمد رقم 5، أحمد مراد وحش الدفاع رقم 24، وعبد الرحمن فرج رقم 10. في نص الملعب بيلعب بأربعة: خالد سيد رقم 7، وهشام محمود 66، وزيزو رقم 18، وفارس محمود رقم 2. وقدامهم بيلعب باثنين هجوم: هشام رقم 13 ومهند عبد العظيم رقم 9. مع تمنياتنا طبعا ان شاء الله بلقاء مهم ومميز للفرقتين، ويكون ممتع بالنسبه لنا. وعلى بركة الله صافرة انطلاق الشوط الأول من المباراة، مباراة بشتيل وفريق أبو رجوان. طبعا بشتيل بيحتل المركز الأول برصيد 7 نقط. وادي كده هجمة سريعة في بداية الشوط الأول، يا خبر أبيض، جول هدف أول لفريق بشتيل. واحنا لسه بنقول يا هادي في الدقيقة الأولى الهدف الأول لفريق بشتيل، هدف مقابل لا شيء، خطفة كده في صعوة البداية، ما كانش عامل حسابها أبدا فريق أبو رجوان. لسه ما شفناش أي حاجة في الماتش، وادي في فاول. لسه بنتكلم عن إن فريق بشتيل هو محتل المركز الأول برصيد 7 نقط، يليه على طول فريق أبو رجوان برصيد 6 نقط، يعني الفرق بينهم مش كبير أبدا. هنشوف ماتش ممتع مليء بالاهداف. وادي ضربه حره اتلعبت جوه ال 18، عدت الكل، في النهايه طلعت ضربه مرمى لفريق بشتيل. لعبوها قصيره طبعا، ما ننكرش بقى ونتكلم ان فريق بشتيل اكيد بيلعب باعصاب اريح بكتير لسه في بدايه الماتش، ولكن هو متاكد انه متقدم بهدف. رميه التماس اتلعبت في تطفيش كده من فريق بشتيل، وادي كده خبط لكن عدت. سلامات، الف سلامه. كوره لسه، وادي زيزو قائد الفريق كان في الكوره اللي قبل اللي فاتت. ضربه حره لفريق ابو رجوان. هنشوف اداء غير ما كان، هيبقى الموضوع 0-0. اكيد فريق ابو رجوان هيحط عينه على الماتش بشكل اقوى من الاول، بغض النظر بقى عن انه هو كان نازل مثلا هيجس النبض او كل الكلام ده. طبعا بعد ما تم التقدم بهدف اكيد مش هيسكت. وادي الهجمه الثانيه، الهجمه المرتده رقم 2 هيعمل ايه؟ وفي دفاعات من فريق ابو رجوان والله، وفعلا في الاخر استخلصوها. وادي خالد سيد بين الاثنين، خالد اتلعبت في هشام اهوت، لسه جديد معانا هشام رقم 13، اتلعبت اتبسط كده. قلت لكم هيبقى في ماتش نار يا حبيبي، نار. اتلعبت قصيره لسه ما طلعتش واحد والتاني واتلعبت، لكن والله في شايفين طبعا الكابتن نور منفعل جدا على مهند. اتلعبت رميه التماس، طلعت بره تاني. في رميه تماس اتلعبت قصيره، اتلعبت على حدود المنطقه، دخلوا عليه 2 لكن والله لعب العرضيه من خلالهم. وادي كده بيشيل من قلب عبد الرحمن فرج.
رمي التماس لفريق بشتيل، اتلعبت على حدود المنطقه كده، واحده والثانيه، وفي دربكه كده بين صفوف لاعبي ابو رجوان، وفي كده شده من الكابتن نور، اتلعبت وادي كده العرضيه ويلحقوها لاعيبه ابو رجوان، اتشالت كده قدام لهوندا، وادي كده هوندا هيروح واحد على واحد، واحد على واحد، هيعمل ايه؟ مهند ما طلعتش لسه الكره في الملعب، واحد على واحد، وادي هشام دخل جوه المنطقه، لكن الراجل لف بيه كويس وطلعها في النهايه. رمي التماس. الماتش دوت مش هتسمع فيه غير اهات من بره. لما بيكون الفرقتين كويسين لازم تسمع كلام كتير قوي. وادي كده والله في زقه، لكن الحكم قال ما فيهاش حاجه، وادي العرضيه وكان بيلعبها كده بالعرض، لكن ما فيش حد ليها خالص. وادي مهند في فاول على فريق ابو رجوان، وفي تحذير كده من الحكم. ضربه حره لفريق بشتيل، اتلعبت في خطوط الدفاع بقى كده، ويطلع زياد محمد، لكن تطلع في النهايه رمي التماس. رمي التماس لفريق بشتيل، اتلعبت وفي زق كده والله، لكن خدها لنفسه، الحكم قال ما فيهاش حاجه، وادي اتلعبت الاولى لزيزو، يلا يا زيزو، وزيزو لعبها لهشام تاني، يلا يا هشام لكن طويله عليه قوي، وطلعت في النهايه رمي التماس. اتلعبت بسرعه، رجعت ورا، اتلعبت واحده والثانيه، وادي مهند، لكن تروح في النهايه لحارس مرمى بشتيل يمسك براحته، الراجل فايز. اتلعبت طوليه كده بايد ورجل ويلعب، وادي كده واحده والثانيه عدت. الله عليك يا زيزو، لهوندا بيديله التو، يلا يا زيزو، وزيزو كده لعبها ثرو باص صغير كده، واحده والثانيه، يا خبر ابيض، كان قدامه يتعادل الراجل، لكن في لسه الهجمه ايه، كان فارس محمود في الكره اللي فاتت، اتلعب الثاني، قطعوها فريق ابو رجوان في فاول، لكن الحكم قال ما فيهاش حاجه. كابتن نور بيطالبه بسرعه الباص، وادي زيزو هتلاقيه في كل كوره، وادي هوندا اتزق كده في فاول، وادي ضربه حره كده، وعلى التنفيذ فارس لعبها قصيره، عمل فنت كده وعداها للراجل، واحده والثانيه، عايز يلعب العرضيه، اتلعبت في الاخر ضربه مرمى في النهايه لفريق بشتيل، هيلعب حارس مرماهم، اتلعبت في اتجاهي انا كده، لكن طلعت في النهايه رمي التماس. هيلعب يوسف نبيل، يلا يا جو، اتلعبت رمية التماس جوه، وطلعت تاني على مهند، طلعت رمي التماس. هيلعب فريق بشتيل، اتلعبت قصيره، يلا يا زيزو، بقى 3 خالد سيد وزيزو وهوندا ضاغطين على اللاعب، وادي كده اتخبطت وطلعت من فارس. لا والله ده فارس رقم 2، هنشوف مين رقم 22. ثرو باص كده في 3 في الهجوم في فريق بشتيل، اتقطعت واحده والثانيه، وهشام كان في الكره اللي فاتت، وادي كده في فاول كابتن بول الاولى على فريق ابو رجوان. ضربه حره لفريق بشتيل في احضان عبد الرحمن سمير، وادي كده عبد الرحمن بايده رجل، واحده والثانيه، هتتقطع عبد الرحمن فرج، لكن في النهايه تطلع رمي التماس لفريق بشتيل. اتلعبت رمية التماس،
وادي رقم 6 يوسف نبيل. يوسف ما شاء الله في كل حته متحرك. وادي خالد سيد. خالد ما بيسيبهاش. يلا يا هوندا. هوندا يدخلوا عليه اكتر من لاعب. وادي ضربه حره لفريق ابو رجوان. هيلعب زياد. يلا يا زيزو. هيلعب زياد محمد. الضربة الحرة بقرار من الكابتن أسامة. اتلعبت كده في أقصى الجبهة اليسرى، لكن دفاعات الفريق موجودة. وادي المرتدة اللي بيلعبوا عليها. المرتدة اللي رجعها ورا خالص عبد الرحمن سمير. يلا يا عبد الرحمن بالعقل يا ابني. لعبها لمراد. مراد لجو. يلا يا يوسف. طلعت من يوسف. طلعت من يوسف. سلامات يا يوسف. رمي التماس. يلعبها كوتا. يلعبها كوتا من فريق بشتيل. اتلعبت كده من وان تاتش، لكن خالد سيد موجود. وادي كده هوندا. هوندا بيلم نفسه ويلعبها ثرو، بس ما لحقهاش. لعب الثاني. وادي كده والله في فاول. لا والله الحكم قال ما فيهاش حاجه على الكوره. اتلعبت ثرو باص. وادي هجمه حلوه. هجمه. وادي كده ثرو باص خالص لخالد سيد. يلا يا خلود. يلا يا خلوده. اتلعبت على حدود المنطقه. هيشوط ولا يعمل ايه؟ وادي شوطه جامده وتخبط في ايده. وراح الثاني ليوسف. وادي شوطه كده بدون اي عنوان. طلعت في النهايه ضربه مرمى. رمي التماس لفريق بشتيل. اتلعبت كده تعدي من الكل ويرجعوها تاني وتشوت كده وتخبط. وادي زيزو بيحاول عليها. ادي كده اتلعبت والله ثرو باص كده من ورا خط الدفاع. واحده والثانيه، لكن لسه المساعد الثاني كابتن احمد عبد الرازق لسه ما جاش. وطلعت في النهايه ضربه ركنيه. يا دوبك كابتن عبد الرازق لسه جاي. الحمد لله على السلامه يا دولي. مواصلات صعبه على الدائري اكيد. كلنا لازم نعذره الراجل ده. تتلعب بسرعه. وادي العرضيه يا خبر ابيض. ويشيل عبد الرحمن سمير. ولسه الهجمه خطر ولسه، لكن عبد الرحمن يطلع يفك المشكله كلها وعايز يشيل بايده ورجل كده عشان يبني الهجمه. وادي الهجمه كده راحت. واحده والثانيه كده ثرو باص لهوندا. يلا يا هوندا. هوندا خدها باحترافيه وعملها كده، لكن كان خالد سيد متاخر. وادي اتلعبت كده بسرعه. واحده والثانيه. وادي كده زيزو في فاول. في فاول. انا على الارض يا بص. وادي الضربه الحره اتلعبت كده جوه على حدود المنطقه. وادي عبد الرحمن سمير بيوجه لعيبته. وادي واحده والثانيه عايز يشوط، لكن في والله صافره كده من الكابتن اسامه. في اعتراضات وكلام كتير من اللعيبه على ايه انا مش فاهم. يلا يا عبد الرحمن. ويشيل عبد الرحمن سمير في اتجاه خالد سيد. في اتجاه خالد سيد. راحت له يا ابني بالمسطره، ولكن هي اسرع شويه. الهوا مع فريق ابو رجوان، علشان كده الكره طلعت اسرع من خالد سيد وطلعت في النهايه رمي التماس لفريق بشتيل. تعالى شبيك تعالى شويه. تعالى حمد. رمي التماس ولي التعليمات من المدير الفني لفريق بشتيل. اتلعبت طوليه كده عشان تعدي كل الناس. وادي يوسف نبيل. يوسف لعبها. يلا يا نجم. عدت الاول والثاني. في عندنا هشام وهشام رقم 22 ورقم 13. ادي كده هشام محمود. اتلعبت لفارس محمود. الاثنين اخوات. بيبقى شيء جميل جدا لما بتلعب مع اخوك فاهمين بعض في البيت وفي الملعب. لسه ما طلعتش. مسكها بايده كده. في هندس وفي كارت اصفر. من الكابتن اسامه. وادي كده والله المدير الفني. وادي الضربه الحره على التنفيذ هشام محمود. يلا يا هشام. وهشام لعبها كده عاليه جوه منطقه ال 18، لكن مفيش عدد كفايه من فريق ابو رجوان عشان يقدروا يشكلوا منها خطوره. وادي اتلعبت الهجمه المرتده اللي هم دايما بيلعبوا عليها. واحد والثاني. وادي هشام يرجع ورا خالص لعبد الرحمن سمير. يشيلها من وان تاتش كده.
وادي كده والله هجمه لهشام ايهاب. هشام كسب منها رمي التماس. رمي التماس هيلعبها فارس، لكن والله الكابتن نور بيقول لهم عبد الرحمن فرج هيلعبها اطول، لعبها اقصر. عبد الرحمن وفارس طلع الثاني رمي التماس. عبد الرحمن فرج مفيش مساحه ليه لو هو عايز يلعبها طوليه جوه، بيلعبها كده لمهند وهوندا يرجع له ثاني. عايزين يعملوا الاوفر لكن فريق بشتيل مضايق المساحات جدا. وادي كده ثرو باص عايزين يلعبوا على المرتده بتاعتهم. وادي زياد محمد كان في الكره اللي فاتت والله وثرو باص كده ورا الكل وثرو قوي جدا. عبد الرحمن خرج بشكل خاطئ، يا خبر ابيض وبره المرمى. بره المرمى. افتح مع زميلك ونرجع في الاخر لانها تكون عدت بسلام وامان على مرمى فريق ابو رجوان وتروح ضربه مرمى لعبد الرحمن سمير. عبد الرحمن يلعب لزيزو. لا والله ما كانش زيزو، ده كان هشام ايهاب. في شبه كده في ستايله كده من زيزو، ناقصه بس شرط الكابتنه. نرجع لرمية التماس، اتلعبت لهوندا كان عايز يعملها بالكعب كده لكن ما عدتش. وادي كده والله تغيير ملعب قوي جدا في اتجاه عمر فرج. عبد الرحمن فرج. عبد الرحمن بيلعب على جسم اللاعب وفي النهايه ياخد رمية التماس. بيلعبها كده لهشام محمود. هشام لفارس اكيد. اتلعبت لهوندا. هوندا كده طالع مع 2 لعيبه وفي حادثه كده لكن الكابتن اسامه وقف اللعب عشان نطمن على هوندا. سلامات يا هوندا، الف سلامه. قام هوندا. سلامات يا هوندا، الف سلامه عليك. وهيعمل الكابتن اسامه عمر اسقاط. هيكون لصالح فريق بشتيل. اتلعبت وعمل الطوليه من هنا كده لكن بيشيل يوسف نبيل بيلعب بثبات قوي جدا. وادي هشام محمود بيشتت بدون عنوان. راحت لزيزو استلام بعقل لكن اتقطعت. وادي واحده والثانيه وعدت من الكل لكن والله في اوفسايد بقرار من الكابتن احمد عبد الرازق وصفاره من الكابتن اسامه عمر حكم الساحه. هتتلعب من عبد الرحمن سمير طوليه كده جوه في اتجاه هوندا والحارس لكن الحارس اقرب. في اوفسايد كده اتحسبت على هوندا. هيلعبها حارس المرمى. اتلعبت كده الطوليه عدت واحد والتاني. وادي كده هشام يوسف نبيل. يلا يا يوسف كده لعبها الطوليه لقدام وفي والله مدعكه في نص الملعب ان كان هشام ايهاب ولا هوندا. هيلعب هشام محمود. هشام محمود اتلعبت طوليه اقصى الجبهه اليسرى. طلعت ولا ايه؟ لا والله ما طلعتش. عدى واحد والتاني. هيعمل ايه العرضيه؟ يا خبر ابيض تتشال منين؟ من قلب المرمى. ولسه برضه ما زال الضغط مستمر. وادي شوطه من مكان بعيد قوي وراحت لهشام محمود تاني. عدت واحد والتاني وفي شده كده لكن الحكم ما شافهاش او قال لك ما فيهاش حاجه. وادي المرتده الاوفسايد اهو. كابتن احمد عبد الرازق لما بقى موجود ظبط حاجات كتيره جدا كانت فايته في الشوط فقبل ما هو يجي. الضربه الحره اتلعبت في اتجاه خالد سيد. خالد يلا يا خالد. لكن زي ما احنا قلنا ان الهوا مع فريق ابو رجوان فاكيد الكره بتكون اسرع من اللاعب، محتاجه ضغط اقوى من كده. يا حامد يلا فوق دخل نفسه مجال. وادي كده ضربه المرمى اتلعبت ويشيل مراد كده بالهيد لكن تطلع في النهايه رمي التماس. يلا يا بودة اكيد. وادي بودة وكتة واسامي كتير قوي ما بقيناش عارفين لها مالكه في بلدنا مصر الحبيبه. انا بقيت بستغرب الاسماء.
نرجع لرمية التماس. العب من مكانك. اتلعبت رمية التماس طولية، في والله فاول ولا تغيير اوت؟ بيقول فاول الكابتن، كابتن أسامة بيقول فاول. يلا يا يوسف. يوسف نبيل لعب الطولية كده في اتجاه مهند، ومهند ما طلعش، سابهم يطلعوا. ادي الحارس كده مع هشام ايهاب، لكن الحارس اقرب ليها ويمسكها بثبات. وادي كده بيلعب الطولية، لكن في فاول على يوسف، ليوسف. وادي كده كل فريق برجوان او كل الفرقتين تقريبا في نص ملعب بشتيل. وادي عبد الرحمن سمير على التنفيذ، لعب عبد الرحمن جوه المنطقه، مين رايح ولا اي حد، طلع بره الملعب. ضربه مرمى، ضربه المرمى لفريق بشتيل اتلعبت، ويطلع كده هشام محمود. وادي كده هجمه، لكن دفاعات فريق ابو رجوان ودفاعات فريق بشتيل الاثنين واقفين على رجلهم بشكل كويس جدا، غير بس اللهم الهدف اللي جه خاطفه كده في الدقيقه الاولى. وادي كده شوطه جامده من مكان بعيد قوي، لكن في النهايه تطلع. ضربه مرمى لفريق ابو رجوان. اسلام عبد الرحمن سمير اتلعبت فين هجوم فريق ابو رجوان مفيش. بعيد قوي، انا هنا، انا بعيد قوي. في والله انا سامع مشادات كلاميه كده بين افراد فريق ابو رجوان وجهازه الفني، ولكن ده كده يخرجنا بره تركيز الماتش. نرجع، وادي خالد سيد، خالد سيد لعيب. اتلعبت راحت لعبد الرحمن سمير، عبد الرحمن بيفكر يلعبها فين، لعب الطوليه لهوندا، لكن هوندا ما طلعش. وادي واحده والثانيه، وادي جو عايز يسيطر عليها، راحت له تاني بتحبه. خالد سيد راحت لخالد سيد، راحت والله خالد سيد بتحبه برده الكوره. وادي خالد معاه اثنين، خالد معاه اثنين، استخلصها لنفسه، لكن في النهايه طلعت ضربه ركنيه. نرجع للضربه الركنيه، اتلعبت جوه المنطقه، وادي كده في دربكه وفي غابه من السكان، وادي شوطه لكن ما تعديش. في كده والله حد وقع على رجله، سلامات الف سلامه، انا سمعت الطقه من هنا. وادي كده هشام محمود والله في فاول، في فاول وفيها انذار، فيها انذار ولا ايه؟ ضربه حره هيلعبها هشام محمود سريعا كده، لعبها زاحفه ارضيه. وادي كده راحت والله شوطه جامده، لكن بره المرمى. انا شايف من ساعه فريق بشتيل ما جاب الهدف انا ما شفتوش تاني، غير بس اللهم بيعمل هجمات المرتده. وادي كده في حاجه لاضاعه الوقت، لاعب فريق بشتيل قلنا ان هي حاجه لاضاعه الوقت، ولكن على العموم سلامات الف سلام عليك. واتلعبت كده والله باليد عن طريق الخطا، وفي هجمه ثانيه لفريق بشتيل، وفي هجمه وشوطه جامده يا خبر ابيض تمر بجوار القائم. لسه بقول ما عملوش حاجه فريق بشتيل، ما جاش هنا تاني غير بعد الهدف الاول. يا ابني اوعى، لعبت ثرو باص كده، لكن كان هشام محمد هشام ايهاب في الكره اللي فاتت، لكن تطلع ضربه ركنيه. ادي كده والله في تغيير مبكر لفريق بشتيل، وفي ضربه ركنيه لفريق ابو رجوان. وادي كده في شد وجذب بين اللعيبه وبعضها، اتلعبت عاليه مفيش اي حد طلع عليها من فريق ابو رجوان. وادي بشتيل عايزين يعملوا مرتده، لكن مايسترو زيزو، وزيزو يقع في ضربه حره. ضربه حره يلا يا زيزو، وزيزو كده لعبها بسن الجزمه جوه، لكن مفيش اي حاجه فيها، وطلعت في الاخر رمي التماس. رمي التماس هتتلعب ايه، قصيره ولا طويله؟ اتلعبت قصيره،
خدها لكن طلعت والله، طلعت. كابتن اسامه بيقول طلعت. لكن والله قال فاول، انا ما اعرفش فاول ازاي، ولكن قرر الكابتن اسامه يمشي. اتلعبت وبعد كده شالها بالهيد، واحده والثانيه وعداها هشام. لسه الكوره في الملعب، وادي هشام رجع ياخدها تاني لكن خبط في وشه. سلامات يا هشام، الف سلام عليك. واحد والتاني، يلا يا فارس لعبها كده في اقصى اليمنى، لا خالد سيد، وخالد لعبها كده ليوسف، لكن يوسف كان متقدم وقطعوها فريق بشتيل. وادي يوسف واحد على واحد وخدها وطلع، وادي كده يطلع والله. في الاخر احمد مراد رمي التماس لبشتيل. طب انا بقول لك انا مش ليك كده. طيب انا ما هاتش كده والله دي. هيلعب رمية التماس. لعيبه طيب يعني. وفي والله انذار تاني للعيب تاني في فريق بشتيل. كده بشتيل عندهم انذارين. اتلعبت رمية التماس، وادي كده في زقه، لكن الحكم قال ما فيهاش حاجه وتتشال كده. الكوره في النهايه تطلع رمية تماس. اتلعبت من يوسف وخالد سيد، واحده والثانيه. يلا يا يوسف لعب العرضيه كده بس من غير ما تظبط معاه، وفي الاخر شالها مدافع فريق بشتيل. في اعتراضات وكلام كتير من فريق بشتيل، اداره ولاعيبه. خلينا نشوف الكابتن اسامه هيتخذ معاهم قرارات ايه في الفتره اللي جايه. وادي في فاول تاني. اتلعبت طوليه كده، وادي في كده احمد مراد كان في الكوره لكن الراجل كان هيعوره، وطلعت في النهايه رمي التماس. وادي كده يوسف اتلعبت، وادي هوندا بيتزق زقه كده لكن مشروعه يا هوندا. وادي مراد اتلعبت لزيزو من وان تاتش كده لهشام، وهشام بسن الجزمه بيلعبها لفارس. هشام وفارس الاثنين اخوات. اتلعبت رمية التماس. لفريق بشتيل، طبعا هياخدوا ساعة قبل ما يلعبوها، بس لسه بدري جدا في الماتش يعني، حتى لو حبوا يضيعوا وقت فلسه بدري. اتلعبت رمية التماس، تتشال بطريقة خطأ وشوطة جامدة، لكن الكابتن بيقول ركنية، ضربة ركنية لبشتيل. اسمع كلام قوم يا يحيى. وادي كده تعليمات المدير الفني لفريق بشتيل. هتتلعب عالية جوه المنطقة، وادي هيد لكن تطلع كده في النهاية ويستلمها رقم 22، ودي شوطة جامدة والحقها عبد الرحمن سمير، لحقها علشان كانت هتبقى كورنر. هيلعب لعبها كده والله طولية جامدة جدا، هجمة قوية جدا، بس لو كملت هتطب لحد ما تطلع بره، وفي النهاية طلعت فعلا بره. الهوا معاكس فريق ابو رجوان. المفروض الهوا لما يبقى معايا استفيد منه، ولكن لعيبه ابو رجوان بتلعب الكره اقوى من اللازم، مع زقه الهوا بتخرج لبره. وادي الكره في نص الملعب كان زيزو فيها لكن ما كملتش، وادي الكره كده في اقصى الشمال، والكابتن نور والله الراجل ده اقسم بالله بيشتغل بكل كيانه. اتلعبت رمية التماس، وادي هوندا واحده والثانيه، وادي خالد سيد بيحجز على كورته يا خالد، وجو خدها قال له لصالحك، وادي جو اتدخلوا عليه اثنين، ويلا يا نجم. وادي كده واحد والثاني،
ولسه وادي جو وهشام. هشام رقم اتلعبت وعداه. يلا يا زيزو، خدها خالد سيد. يلا يا خالد. خالد بيلعب لهشام. هشام شاط كده بدون ما يظبط، ما ظبطتش معاه. في النهايه قطعوها فريق بشتيل. وعبده فرج كده كان في الكره اللي فاتت. عبده فرج ما بيلعبش مكانه، فممكن يكون ده اللي عامل له اللخبطه. وادي زيزو بيلعب كده من وان تاتش، اتلعبت. وادي واحده والثانيه، وادي كده لخالد سيد. يلا يا خالد. يلا يا خالد. الحقها. لحقها والله، ولكن في الاخر طلعت منه. لازم انقص. كابتن نور على الخطوط هيتجنن. ضربة مرمى اتلعبت، جاية عندنا برضو كالعادة. وطلع شوف الكرة اللي فاتت. وادي زيزو اتلعبت تاني، راحت لخالد، استلم خالد بعقل بسن الجزمة كده. وادي جو طلعت في النهاية. يا ابو هشام رمي التماس اتلعبت. نزل كابتن نور كده من كتر انفعاله، نزل والله الملعب بنفسه. هذه الكوره طلعت في النهايه ضربه مرمى. عاجبني الكابتن اسامه عمر، عاقل وراسي. عم زغلول حلو قوي انت وزياد والناس اللي فوق دي، كويس قوي كده. ضربه مرمى اتلعبت طوليه، بيلعبوا دايما على الجبهه دي، لكن طلعت في النهايه رمي التماس. يلا يا جو. يوسف لعبها لهشام. يلا يا اتش لجو. وادي كده والله بوش رجله خارجي، كان عايزها تظبط لكن ما ظبطتش. وادي كده في فاول، لكن الحكم قال ما فيهاش اي حاجه. اتلعبت. وادي واحده والثانيه، عدى ولا لسه؟ لا والله دفاعات تشيل. وادي كده المرتده والحكم بيقول كمل ما فيهاش حاجه، لكن تطلع في النهايه رمي التماس. يوسف نبيل اتلعبت لهشام. يا هشام يا محمود، انت عامل ماتش كويس يا ابني. اتلعبت ثرو كده جوه المنطقه وشوطه جامده، لكن تخبط كده في دفاعات الفريق ويشيل مراد. وادي كده والله عمل دبل كيك لكن ما كملتش، كان عايز يكمل عليها الراجل لكن ما كملتش. وادي زيزو سابها لهشام، وهشام كان فاكر ان زيزو مكمل معاه، بس زيزو مش مكمل. ضربة حرة اتلعبت لخالد سيد. يلا يا خالد. خالد سيد جبهتك شغالة، المفروض يعني تطلع انتاج اقوى من كده. راحت لزيزو. زيزو عملها كده من وان تاتش، لكن تخبط في النهاية وتطلع رمي التماس. اتلعبت من خالد سيد طولية، اتزق كده هوندا في ظهره، لكن اكيد مش هيحسبها يا هوندا. نرجع لضربة المرمى. يلا بطة ركز يا ابا. هيلعبها حارس المرمى. اتلعبت في نص الملعب، كان طالع يوسف نبيل كده في الكرة اللي فاتت. هجمات فريق بشتيل اقل ولكن منظمة اكتر. هجمات فريق ابو رجوان اكتر ولكن فيها ربكة، ما فيهاش الظبطة الاخرانية دي. وادي كده والله في اوف سايد، اشارة من الكابتن عبد الرازق وقرار من الكابتن اسامه عمر. خبطت في ايده والله، فارس بيقول الكابتن اداله القرار. ضربة حرة اتلعبت في اتجاه خالد سيد. يا ترى فريق بشتيل هيتدارك الحتة دي ويغطي على موضوع خالد سيد ده، ولا هتفضل زي ما هي كده ثغرة؟ انا بقول ان فريق ابو رجوان لو قدر يستغل الثغرة دي قبل ما فريق بشتيل يقدر يتداركها هتكون حاجة مميزة جدا. ودي ثرو كده المرتدة، لكن في بقى معاه زياد يحجز كده لحد ما عبد الرحمن يشيل. يلا يا هشام نعمل بقى الهجمة اللي مطلوبة منك. يلا يا فارس لبس في السور. الكابتن نور هيتجنن اهو. والله العظيم الناس دي لو تعرف، لو هم بيلعبوا بنفس الروح بتاع الراجل ده والله يغلبوا 6 و7. نرجع للماتش. هشام لعبها لفرج، لحقها عبد الرحمن فرج ما طلعتش. اتلعبت بعرض الملعب لخالد سيد. يلا يا خالد في شده كده، لكن الحكم قال ما فيهاش حاجه.
اتلعبت كده الثرو، واحده والثانيه، عايز يسقطها كده عبد الرحمن سمير بيخرج الله يحرقك يا اخو. بشكل غريب، وادي كده العاليه جوه خالص في اتجاه الحارس، هو هادي يا بطه. ويلعبها بسرعه كده، مش من عادتهم يلعبوا الكره بسرعه كده. واحده اهي، يلا هشام ايهاب جري ورا الراجل من عنده ال 18 بتاعهم، وادي كده يلعبوها بالعرض، لكن يوسف موجود، اتلعبت، وادي مراد، يلا يا مراد ما يخيبش ظني ابدا. احمد مراد ما شاء الله عليه، اتلعبت كده من وان تاتش لهشام ايهاب، واتلعبت، يلا يا زيزو، وزيزو السلام على صدره، في 3 داخلين عليه، زيزو برضه بيلعب بروح، الكابتن نور بيلعب بروح عاليه قوي زيزو. في فاول، خلينا نشوف في ايه. وفي تغييرات كده في صفوف فريق ابو رجوان، خرج فارس وهشام ايهاب، ونزل الشاذلي ومحمد ياسر. وادي كده في هجمه لفريق بشتيل، عدى واحد والتاني هيعمل ايه؟ عداها والله منه، لكن في النهايه وادي عبد الرحمن سمير، يا خبر ابيض على هجمه، يا خبر ابيض على هجمه، هجمه خطر جدا، لكن تعدي بسلام وامان. لو كان في واحد كده قال لها زيك بس كانت دخلت واتحسبت. ضربه الركنيه اتلعبت عاليه، عدت الكل. يا حبيبي انت جاي تقف هنا يا نجم. اتلعبت، رميت التماس واتشالت كده جوه الملعب، وادي هجمه، وادي الشاذلي، لكن متاخر قوي، متاخر قوي يا شاذلي. كوره اتلعبت كده في نص الملعب، ادي يوسف نبيل، يوسف كان بيشيلها كده لوندا، وادي خالد سيد وخالد شوطه جامده كده بدون اي عنوان، تحس ان هو كان عايز يخلص منها. خالد سيد لو مركز اكتر من كده هتشوف منه شغل افضل من ده بكتير. ضربه مرمى لفريق بشتيل، اتلعبت من عبد الرحمن فرج كده، وادي الشاذلي داخل كده لكن تعدي، وفي فاول والله ولا اوفسايد، في اوفسايد. كابتن احمد عبد الرازق بيقول اتلعبت في اتجاه خالد سيد، برضو في اتجاه خالد، يلا يا خالد. خالد طلع كده بيده لكن ما استفادش منها، وطلع الثانيه، الحكم قال ما فيهاش حاجه. وادي زيزو، يلا يا زيزو نجم وقائد الفريق، في فاول والله، فاول. وادي والله الضربه الحره على التنفيذ عبد الرحمن فرج، يلا عبد الرحمن، وحلوه يا خبر ابيض، لكن بره المرمى، حلوه يا عبد الرحمن. بص يا دولي، بص يا دولي، ضربه مرمى، يلا يا حامد، يلا يا حامد. بيلعبها حارس المرمى جوه كده في اتجاه يوسف نبيل، يوسف يعديها لنفسه، وادي مراد عاقل جدا، طول ما الكوره مع مراد او في اتجاه مراد اطمن. مش بقر عليك يا ابني والله، انا بوصفك بس. وادي يوسف نبيل، يوسف لعبت، لكن والله الحكم بيقول تغيير. هتتلعب رمية التماس، تلعب رمية التماس، وادي كده جوه المنطقه، لكن ينظف عبد الرحمن فرج. كوره كده في اتجاه هوندا لو يستخدم قوته الجسمانيه دي هيكون مهاجم ملهوش حل. نرجع في النهايه للكوره، رمي التماس، لعيبه يوسف نبيل لزيزو، وزيزو كده بيعديها لخالد سيد، خالد عايز يسيطر عليها لكن يقع، الحكم قال ما فيهاش اي حاجه. وادي واحده والثانيه، وبيلعبوها طويله لكن في النهايه تطلع ضربه مرمى. لكن الكابتن اسامه قال ركنيه، كلام الكابتن اسامه يمشي. ضربه ركنيه لفريق بشتيل، اتلعبت العرضيه،
بعيده خالص، لكن عبد الرحمن يطلع بالبوكس، وادي فرج ينظف منطقته وتروح تاني تطلع في النهايه ضربه مرمى. يشيل عبد الرحمن بسرعه عشان الوقت. اتشالت كده جوه في اتجاه هوندا، وكان هوندا متوقع انها تعدي لكن ما عدتش. وادي هشام محمود، وادي مراد، يلا يا مراد، وحش يا مراد. طلعت في النهايه رمي التماس على بشتيل. رمي التماس لفريق ابو رجوان. يا يوسف هات كورتك. تاخد الكوره كله اسال الكابتن. يا زين يلا يا جو. يا مهند خليك انت جول. لاعب يوسف ضربه رميه التماس، وادي خالد سيد كان عايز يلحقها كده، سيبها لاحمد مراد، واحمد مراد يشرب المرمى، شالها جوه في اتجاه الحارس، لكن خبطت وطلعت ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لفريق ابو رجوان، على ما اعتقد ان دي اخر كوره في الشوط الاول. لو فريق ابو رجوان استغلها صح هيطلع من التعادل ومصحح الاوضاع. لعبوها قصيره هيعمل ايه في زق كده، لكن في الاخر استخلصوها لاعبي فريق بشتيل. يلا يا رجاله يلا يا رجاله يلا يا رجاله. هتتلعب رمية التماس، اخر هجمه طلعت تاني، لكن والله صفيرة الحكم الدولي كابتن اسامه عمر بانتهاء الشوط الاول بين فريق بشتيل وفريق ابو رجوان. كان معكم خالد فرج.